أهلا بيكم في سلسلة فيديوهات حصاد 2023. بعد ما عرفنا أغنياء العالم وأغنياء أفريقيا وكمان أغنى 10 في مصر، كان لازم ندور بره الصندوق ونبص الجايين واللي هيكونوا أغنياء مصر السنين الجاية سواء بالوراثة أو بمجهود. والنهاردة جبنا لكم قائمة أغنى 5 شباب في مصر لسنة 2023. في المركز الخامس هاني سعد، مهندس ديكور ورجل أعمال مصري من مواليد 1985. بيمتلك شركة هاني سعد انوفيشنز للبناء والتصميم والتخطيط والديكور من سنة 2003. أنجزت شركة هاني سعد أكتر من 800 مشروع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بتتراوح بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية متعددة الاستخدامات، وكمان نوادي وفنادق ومراكز تسوق ومباني إدارية ومجمعات سكنية فخمة جدا. سنة 2020 اتجوز من الفنانة درة التونسية وهي الزوجة الثانية ليه، وليه زوجة أولى و3 أبناء، وتقدر ثروته ب 300 مليون دولار وعنده 39 سنة. أما المركز الرابع جه مصطفى أنديل، عمره 38 سنة. هو الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سويفل المعروفة لتقديم الحلول الذكية للنقل الجماعي، واللي تجاوزت قيمتها السوقية $1.5 مليار. اتخرج أنديل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2014. كان ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018. عمره 38 سنة وبتقدر ثروته ب 500 مليون دولار. في المركز الثالث لطفي محمد منصور، ابن رجل الأعمال المصري محمد منصور، صاحب توكيل سيارات شيفروليه وأكبر العلامات التجارية للسجاير ومحلات سوبر ماركت مترو. لطفي محمد منصور في أواخر الثلاثينات من عمره، وتخرج من جامعة جورج تاون سنة 2004. هو حاليا الرئيس التنفيذي لشركة مان كابيتال من سنة 2010، وكمان مجموعة مانتراك المملوكة لوالده. عنده 39 سنة وبيتحكم في حوالي 900 مليون دولار أمريكي. أما المركز الثاني كان من نصيب نجيب سميح ساويرة، الابن الأكبر لرجل الأعمال المصري سميح ساويرة، صاحب قرية الجونة الشهيرة بالغردقة، وكمان ليهم أنشطة استثمارية كبيرة في العقارات والبتروكيماويات. عمره 29 سنة، واختارته مجلة فوربس ضمن 30 شخصية ناجحة تحت سن 30 في العالم، لأنه أثناء فترة دراسته في الولايات المتحدة أسس موقع إلكتروني باسم ياب. الموقع مختص بتقديم خدمات تعليمية أونلاين للطلاب. بيزور الموقع أكتر من 800 ألف طالب، وكسب الموقع أكتر من 25 مليون دولار خلال 9 سنين. عمره 29 سنة وبيتحكم في حوالي $1 مليار أمريكي. أما المركز الأول فكان من نصيب أنسي نجيب ساويرة، هو الابن الأكبر لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرة. حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والإدارة في سنة 2014. بيدير أنسي الإمبراطورية الاقتصادية لوالده حاليا، وهو رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي. كمان بيمتلك نادي زد اف سي. كمان هو رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة من سنة 2021، وهو العضو المنتدب لشركة HOF بالولايات المتحدة من سنة 2014. وكمان 8 من المناصب الكبيرة في أكبر شركات والده وأسرته. الجدير بالذكر أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق حضر حفل زفاف أنسي بنفسه. بيتحكم أنسي حاليا بثروة حوالي $1.5 مليار وعمره 30 سنة.